اول ما تحط سماعات الودن دايما مامتك بتنادي عليك، الباب بيخبط، الجيران بتصوت، كل حاجة غريبة وعجيبة هتلاقيها بتحصل معاك. ولكن النهاردة صدقني انا جاية انقذ حياتك. البرنامج ده بيقدر يخليك تسمع اي مزيكا انت عاوز تسمعها، وفي نفس الوقت بتسمع اي حد بينادي عليك، اي جرس بيضرب وراك، من الاخر بتقدر تسمع الخلفية اللي حوالين الاغاني او الحاجة اللي انت بتسمعها على سماعات الودن. بالتالي مش هيفوتك اي حد بينادي عليك ولا اي باب يخبط ولا اي حاجة خالص. تطبيق ممتاز جدا، موجود ببلاش على جوجل بلاي، بنصحك جدا انك تنزله وتستفيد منه. التطبيق ده بيقدم لك تشكيلة من افضل الخلفيات اللي ممكن تستخدمها على موبايلك لو انت من محبين الخطوط العربية والمخطوطات كمان بجودة عالية، من ضمنها خلفيات متحركة. انصحك جدا انك تجربها، منها المجاني ومنها المدفوع، بالاضافة ان المصمم للتطبيق ده والخلفيات دي مصمم عربي، فانصحك جدا انك تنزل التطبيق ده. عارف انت شكل الاشعارات اللي بيجي على الايفون الجديد تقدر دلوقتي تنزله على موبايلك، بس مش دي الفكرة من التطبيق ده. الفكرة اللي عجباني اكتر فيه انك بمجرد ما تضغط على الكاميرا الامامية بتاعتك تقدر تعمل اي اكشن انت عاوزه، تاخد سكرين شوت، تفتح تطبيق معين، توقف او تشغل المزيكا اللي انت بتسمعها او ايا كان المقطع الصوتي اللي انت بتسمعه. من الاخر ليه اكتر من استخدام، وكل ده بشكل مجاني من على جوجل بلاي. ده غير انك تقدر تعدل على شكل الاشعارات بتاعتك على حسب ذوقك انت وعلى حسب المكان اللي عاوز الاشعارات تظهر لك فيه بالظبط. البرنامج ده هيغير لك شكل انيميشن الشحن لما تيجي تحطه على الموبايل باشكال جديدة والوان مختلفة، وكلها بسيطة وفي نفس الوقت في منتهى الشياكة. ده غير انك تقدر تخصص وتحدد اللون اللي انت عاوز موبايلك يعمله في الانيميشن دي. تطبيق مجاني وموجود على جوجل بلاي، وانصحك تنزله. البرنامج ده بقى بيخليك تصمم خلفياتك بنفسك، يعني بأشكال بسيطة كده وعلى شكل أشجار وجبال ممكن تعمل خلفية ممتازة وبجودة عالية. غير كده لو انت مش عاوز تصمم الخلفيات دي فتقدر تنزل منه خلفيات ممتازة جدا بألوان وأشكال مختلفة وجودة عالية على حسب أي ذوق. تقريبا هتلاقي كل حاجة ممكن ترضيك. لو عجبتك التطبيقات دي ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتشغل زر الجرس عشان صدقني انت فايتك كتير. ولو عاوز اي تطبيقات معينة فما تنساش تكتب لي تحت في التعليقات انت محتاج ايه اكتر تطبيق يعمل لك اي وظيفة معينة. كانت معاكم ايمان محمد، شكرا ليكم دايما وابدا، والسلام عليكم.